في حاجات كتير لما شكلها بيتغير خلينا نقف ونسأل هو في حاجة؟ طب ليه؟ وده بالظبط اللي حصل لما شركة تايجر قررت تغير شكل كيس الشيبسي. ناس كتير أول ما شافوا الشكل الجديد قالوا هي الشركة بتحاول تخبي تبعيتها؟ وهل منتج تايجر من المنتجات المفروض نقاطعها؟ والموضوع ده محتاج نتكلم فيه بهدوء. وبعد ما بدأت حملات المقاطعة الناس بدأت تتلخبط، وكان التصميم القديم لشركة تايجر نفس التصميم بتاع الشركات اللي احنا بنقاطعها، فده عمل لخبطة للناس وخلاهم يفتكروا ان تايجر تبعهم. بس وقتها شركة تايجر قررت تاخد خطوة ذكية جدا، قال احنا عايزين نغير شكل الكيس كله، بس مش عشان نخدع، لا، لكن عشان نقول بصوت واضح وعالي احنا مش تبعهم، احنا تبعكم انتوا. تايجر اللي كلنا بنشوفه في السوق المصري تابع لشركة اسمها ايجيبت فود، ودي شركة مصرية 100%. يعني باختصار احنا قدام منتج مصري ملهوش اي علاقة باي شركة اجنبية من اللي موجودة في قوائم المقاطعة. وطبعا الشركة ما اعلنتش رسميا ان السبب هو المقاطعة، لكن التوقيت وطريقة التغيير كانت كفاية تخلي الرسالة توصل. وشكل الجديد كانت محاولة للفصل بوضوح، وان ده منتج مصري مستقل واللي شغالين عليه ناس مننا وناس بتاكل عيش منه. وده خليني اسالك سؤال، ايه اكتر نوع انت بتحبه من تايجر؟ انا عن نفسي بحب الفلفل الحلو. يلا بقى سلام، خلينا نروح استفرد بيه. سلام.